ليه ترامب رئيس امريكا بيعفو عن الديك الرومي ده؟ في كل سنة وفي اخر يوم خميس من شهر نوفمبر بيتم الاحتفال بعيد الشكر او عيد الحصاد الامريكي، ودي عبارة عن مناسبة عائلية بتتجمع العيلة كلها في البيت، بيعملوا ديك رومي في الفرن ويصلوا شكر لربنا وبعدين ياكلوا الديك الرومي ده. طب ايه قصة العيد ده؟ قصته بتقول ان بعض المهاجرين الانجليز سنة 1621 هربوا لهولندا ومنها لامريكا واللي كان اسمها الارض الجديدة وقتها. هربوا على مركب خشبي اسمه ماي فلاور، بس الرحلة كانت صعبة عليهم ومات منهم كتير جدا، ولما وصل اخر ما تبقى منهم على احد السواحل وقبل ما يموتوا انقذهم 2 من السكان الاصليين واخدوهم ودووهم وعلموهم الزراعة والصيد. فالانجليز بعدها قاموا باصطياد ديك رومي وعزموا السكان الاصليين كوسيلة لشكرهم، فبقى اليوم ده عيد للشكر والعائلة بتتجمع فيه، وده طبعا قبل ما يجي المهاجرين ياخدوا الارض ويفنوا السكان الاصليين. ومن التقاليد الامريكية في الوقت الحالي ان قبل عيد الشكر بيومين بيجيبوا ديكين رومي ويسكنوهم في فندق 5 نجوم والناس كلها بقى تفضل تتصور معاه، وفي مراسم رسمية بيتم اصدار عفو عنه ان هو ما يتاكلش، والرئيس بنفسه هو اللي بيعفو عنه، وبعدين بياخدوا الديك ده عشان يعيش حياته في مزرعة دواجن في الشمال. يعني الرئيس الامريكي بيعفو عن الديك الرومي ويطلع ديك ابونا احنا. وهقول لك كلمتين بعيد عن الموضوع، رغم ان القصص دي تافهه واغلبها اساطير الا ان امريكا من غير تاريخ قدرت تصنع تاريخ وهويه من الحكايات الخزعبليه دي، وده طبعا بغض النظر عن حقيقه انهم بلد مصطنعه بكل الاجرام اللي عملته واللي لسه بتعمله. فهمت حاجه؟